في يوم من الأيام كان في مدرسة عاملة يوم للأنشطة، وكان في معرض كبير للطلاب هيدخلوه يشوفوا التجارب والألعاب التعليمية. لكن المشكلة بدأت لما عدد الطلاب زاد جدا، طابور طويل وزحمة وكل طفل يحاول يدخل قبل دوره، وصوت عالي والمدرسين بيحاولوا ينظموا الدنيا. لكن مفيش فايدة. المدرسين جربوا يقسموا الطلبة مجموعات، اتلخبطوا. جربوا يكتبوا الأسماء على ورق، الورق ضاع واتبهدل. كل حل كانوا بيجربوه كان بيكمل شوية وترجع تحصل نفس اللخبطة. وسط الزحمة دي كان في طفل صغير واقف من بعيد بيتفرج ومركز جدا في اللي بيحصل ومتابع كل طريقة اتعملت قبل كده وفشلت. بعد شوية الطفل راح للمدرس وقال له بهدوء: أنا عندي اقتراح يا مستر، إيه رأيك نخلي كل طالب يسجل اسمه في برنامج أو نظام موجود على جهاز كمبيوتر، والكمبيوتر هو اللي يقول مين دوره يدخل، وهكذا. المدرس استغرب الفكرة لكنه سمح للطفل انه يجربها. الطفل قعد يشتغل على الفكره وعمل نظام بسيط: هنسجل اسماء كل الطلاب وكل طالب يدخل هيكتب اسمه، فالنظام يعرض مين دوره دلوقتي، وهكذا. زي بالظبط نظام شاشات الانتظار بتاعه العملاء اللي بتبقى موجوده في البنوك والمحلات. وفعلا المدرسين بداوا يستخدموا الطريقه دي، والمفاجاه الزحمه اختفت، الصوت قل، وكل طالب بقى واقف مستني اسمه يظهر على شاشه الكمبيوتر. المدرسين كانوا مستغربين ان حل بسيط بالشكل ده قدر يحل لهم مشكله كانت معطلاهم. والاغرب ان اللي فكر في الحل ده كان طفل صغير. وده ببساطه اجابه سؤال: ليه لازم تعلم ابنك برمجه؟